طلب ممثل الجزائر الكلمة للإدلاء ببيان إضافي. له الكلمة. شكرا حضرة الرئيس. لقد ترددت قبل أخذ الكلمة، ولكن ذكر بلدي 5 مرات ولا يمكنني إلا أن أرد. رأيتم جميعا وسمعتم جميعا كيف تعمد ممثل إسرائيل استهداف بلادي، وبلادي فقط الجزائر. عندما تحدث عن مشروع القرار، على الرغم من أن الدول الأعضاء 10 المنتخبة في مجلس الأمن شاركت في رعايته وصوت عليه 14 عضوا من أصل 15 في مجلس الأمن، هذا مما يمثل الأغلبية الهائلة، الأغلبية العظمى للإنسانية. لمن يعرف الجزائر، لن يتم تخويفنا أو ترهيبنا. في الأسبوع المنصرم شهدنا على محاولة تخويف أخرى استهدفت زميلنا من باكستان ولم تنجح. أود أن أكون واضحا تماما. من خلال العمل مع زملائنا الأعضاء المنتخبين في هذا المجلس، تمثل هدفنا الوحيد في التخفيف من حدة معاناة الشعب الفلسطيني في غزة. هذه معاناة لا يمكن للعقل أن يتصورها. المدنيون يتعرضون للقصف وتفرض قيود على المساعدة الإنسانية، والمجاعة تنتشر، والإبادة الجماعية ترتكب. ونشعر جميعا بالسخط تجاه ما يجري اليوم في غزة، بما في ذلك اليوم. السيد الرئيس، كما قال وكرر رئيسنا عبد المجيد تبون، ستقف الجزائر إلى جانب الشعب الفلسطيني إلى حين أن يتمكن من الاستفادة والتمتع بحقه بتقرير المصير، إلى حين أن يتمكن من التمتع بحقه غير القابل للتصرف بإنشاء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف. كل ما تبقى لا يشكل سوى محاولة لتشتيت الانتباه والتهرب من الإدانات، من الإدانة الجامعة التي وجهتها